كل مدير وله مكانه بالشركة. إذا بدك تصير مدير أو حابب توظف مدير، هدول المهارات لازم تكون تعرفهن. طبعا في تسلسل هرمي للمدراء، وكل درجة بتتطلب نوع مهارات معين. أول نوع عنا اللي هو التكنيكال سكيلز أو المهارات التقنية والفنية، وهذا النوع من المهارات بيكون مطلوب وموجود بالدرجة الأولى من الهرم عند مدير الخط الأول أو المدير المسؤول عن الإنتاج بشكل مباشر، اللي بتطلب منه المعرفة الفنية والتقنية بالمجال اللي بيشتغل فيه. ثاني نوع عنا الهيومن سكيلز أو المهارات الإنسانية، وهي العمل مع مختلف الأشخاص وتحقيق أهداف الشركة معهن ومن خلالهم. وعادة هذا النوع من المهارات بيكون عند المدير اللي بالوسط، الميدل مانجر، اللي هو بيكون بالدرجة الوسطى من الهرم، اللي هو كمان بيكون صلة وصل بين المدير اللي بالدرجة الأولى والإدارة العليا على رأس الهرم. وطبعا عادة هاي المهارات بتكون مطلوبة بالشركات اللي فيها بيشتغلوا موظفين من جنسيات متعددة لتحسين التواصل وسهولة التعامل فيما بينهم. conceptual skills أو المهارات المفهومية، وهي القدرة على التفكير والتصور حول